هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين. قلت بقى اعمل معاكم الاكلة الرسمية لينا كلنا في العيد. يلا بينا نعمل مع بعض الفتة بطريقة بسيطة وسهلة وحلوة جدا. انتوا اصلا شايفين يا جماعة الطبق مغري جدا. يلا بينا نعملها بطريقة حلوة جدا. تعمليها حلوة بقى في العزومات بتاعة العيد، بطريقة بسيطة وسهلة. كل اللي هيدوقها هيقولك الله رهيبة. يلا بينا نعملها مع بعض في منتهى السهولة، والتست بتاعها هيبقى عالي جدا معاكي. يلا بينا. من الحاجات الأساسية عندي عشان تعملي الفتة يبقى التست بتاعها حلو جدا معاكي والتست بتاعها مظبوط كده، لازما ان انا اظبط الشوربة بتاعت الفتة بتاعتي. طب انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي كيلو من اللحمة. هبتدي ان انا اعمل ايه فيه دلوقتي معاكو. عندي دي بصلاية، فرماها كويس في الكبة وحاطه لها فلفل اسود وبهارات وملح. هبتدي ان انا ادعك بيها. اول خطوة ان انا هتبل بيها اللحمة كده كويس، وادعك اللحمة بتاعتي بالبصل كويس جدا. ادي اللحمه بتاعتي اهي، تبلتها كويس جدا بالبصل بتاعي اللي انا دعكاه، بالفلفل الاسود والبهار والملح. ملح سنه بسيطه خالص عشان اللحمه ما تغيبش في السوا معايا. ما بحبش ان انا املح الشوربه خالص غير لما اللحمه تكمل سواها، عشان الملح بيأخر سوا اللحمه معايا. انا بقى بحب ان انا اسيبها مع البصل كده متبله بتاع نص ساعه. هسيبها كده تتبل كده وتقعد في التتبيله شويه، ونكمل بقيه الخطوات مع بعض. سبتها بقى زي ما قلت لكم كده في البصل شويه. يلا بينا بقى هنعمل ايه دلوقتي. عندي بقى ايه، جبت كده حله على النار، حطيت فيها معلقه زبده كبيره ومستنيه اما الزبده تسيح وتسخن كويس جدا معايا. وعلى عين التانية عندي كده ميه سخنه بتغلي. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه دلوقتي. هبتدي ان انا السمنه بتاعتي تسخن. هنزل بقى اللحمه بتاعتي كده، سامعين الصوت؟ لازم الحله بتاعتي تكون سخنه جدا. وهبتدي بقى ان انا كده بسم الله هدي اللحمه بتاعتي كده صدمه على النار. هبتدي ان انا اشوح فيها كده بسم الله الرحمن الرحيم لحد اما ريحه اللحمه تطلع معايا وتتشوح وتاخد اللون كده الحلو بتاعها. شايفين يا جماعه؟ ابتدت انها تاخد اللون اهي. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي بقى. اضيف لها كده ورقتين ورق لورا، على فصين كده 3 حبهان 4 5 كده 6، عشان يعلوا التست بتاع الشوربه بتاعتي. وهبتدي بقى ان انا اشوحها لحد ما الريحه بتاعت البهارات دي كلها تطلع معايا. اصلا يا جماعه ريحه اللحمه بتاعتي بصوا خطيره. ابتديت ان انا كده شوحت فيها كويس جدا. خلاص انا مش محتاجه ان انا اشوحها اكتر من كده. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي. هضيف لها بقى الميه السخنه كده اللي انا ايه كنت سايباها تغلي على النار. اهو ضفت لها الميه السخنه زي ما انتم شايفين. هعمل بقى ايه دلوقتي. هسيبها انها ايه تغلي غلوتين كده، واغطي بقى عليها وهدي عليها النار خالص واسيبها بقى تستوي على راحتها. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده تاني حاجة. ايه هي؟ تعالوا يلا نعمل مع بعض صلصة الفتة. عندي ايه، عندي حلة على النار فيها معلقة زبدة كبيرة مستنية برضو انها تسخن. وهنزل بقى عليها ايه بشوية كده توم محترمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي كده ان انا اشوح التوم بتاعي لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو كده معايا. شوح فيه اهو، الريحه بتاعته بقى طلعت كده وابتدى ان هو ياخد اللون اهو. انا عايزه بس ياخد لون ذهبي خفيف خالص. خلاص كده انا مش عايزاه ان هو ياخد لون اكتر من كده. تيجي بقى ان انا كمان الفيش اضيف كده كميه الخل بتاعتي. بسم الله. الريحه خطيره. وهبتدي انزل بقى بعصير الطماطم بتاعي اللي انا ضرباه في الخلاط. بسم الله. هبتدي ان انا اعمل بقى ايه دلوقتي. عندي ايه دي شويه توابل كده. قلب مرق الدجاج، شويه بهارات، شويه فلفل اسود، نص معلقه صغيره كده سكر، معلقتين كبار صلصه، شويه ملح. هبتدي ان انا اضيف كل الحاجات دي كده على الايه على الصلصه بتاعتي. بصوا الريحه خطيره. هبتدي بقى ان انا اقلب كده. هسيبها بقى كده انها تغلي غلوتين كده، وهدي بقى عليها النار واسيبها بقى انها تتسبك كده على راحتها. تعالوا بقى يلا نعمل مع بعض العيش بتاع الفتة. اعملي العيش بتاع الفتة بالطريقة بتاعتي دي وصدقيني هيودي الفتة بتاعتك في حتة تانية. عندي ايه، عندي كده معلقة زبدة كبيرة هضيفها على العيش بتاعي.
وهضيف له كده ايه فصين كده توم مفرومين. ده عيش، انا عيش محمص، انت عندك عيش طري حمصيه في الفرن واعملي كده برضه. وهبتدي ان انا بقى اعمل ايه كمان، هضيف له ايه شويه ملح على شويه فلفل اسود على شويه بهار، وهشوح بقى فيه كده لحد ما اشم ريحه الثوم مع الزبده مع البهارات بتاعتي. هديله كده تشويحه لحد ما الريحه زي ما بقولك تطلع كده. بصي الطريقه ديت هتخلي الفته بتاعتك رهيبه، بتفرق جدا طبعا عن ما تكسري العيش كده وتحطيه. لا بحس لا ان التست ما بيبقاش حلو خالص، العيش كده بيدي طعم للفته حلو جدا. هحمصه بقى اديله تشويحه كده زي ما قلت لكم. شايفين خلاص ريحته بصوا رهيبه، يتاكل حاف اساسا لوحده كده. خلاص حتى بصوا الثوم اتحمص كده، مش عايزه اغمق الثوم اكتر من كده عشان ما يمررش الفته بتاعتي معايا. خلاص بقى هطفي عليه النار واسيبه. شايفين يا جماعه جمال الصلصه بتاعتي، شايفين لونها، شايفين قوامها. خلاص كده انا هطفي عليها. صلصه الفته ما بتبقاش يا جماعه اللي هي متسبكه قوي يعني، لا ميه ولا متسبكه قوي، القوام ده بالنسبه لي حلو جدا. هطفي بقى عليها كده. تعالوا بقى كمان نعمل يلا الرز مع بعض. عندي ايه، جبت حله على النار، حطيت فيها كده معلقه من الزبده او السمنه، واستنيت انها تسيح وتسخن معايا. اول ما احس انها سخنت هنزل بقى ايه بالرز بتاعي. دول كوبايتين رز انا غسلاهم كويس جدا، وهبتدي ان انا ايه اشوح بقى الرز بتاعي كده. بسم الله. هضيف له بقى ايه دلوقتي قالب مرق الدجاج وشويه ملح وشويه بهارات وشويه فلفل اسود، بس مش اكتر من كده. هفضل بقى ايه اشوح فيه كويس جدا لحد اما الرز كله كده يسخن معايا. شايفين يا جماعه خلاص كده الرز بتاعي سخن وتشوح وبقى حلو معايا. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه دلوقتي، هبتدي ان انا اضيف الشوربه. اهم حاجه تكون الشوربه سخنه جدا. بسم الله. هضيف كده كميه الشوربه كلها. الرز المصري كوبايه الرز بتاخد كوبايه شوربه، يبقى انا عامله كوبايتين رز حطيت عليهم كوبايتين شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده خلاص كده زي ما انتوا شايفين انا قلبته. هبتدي ان انا اعمل ايه بقى، هغطيه وهدي عليه النار خالص واسيبه يستوي على مهله. ممكن ده هياخد معايا 10 دقايق بس او ربع ساعه، لا هو 10 دقايق مش هاخد اكتر من كده. بعد ال10 دقايق كده هفتح بقى عليه واشوف ايه الاخبار. تعالوا بقى نفتح على الرز. شايفين يا جماعه خلاص زي ما قلت لكم هو 10 دقايق مفيش اكتر من كده. شايفين الرز طالع، بصوا بس الدخان، شايفين الرز طالع مفلفل وجميل ازاي. خلاص كده هو خد السوا بتاعه وهطفي بقى عليه. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده اخر حاجه. تعالوا نعمل مع بعض بقى الشوربه اللي بالخل والثوم اللي هنسقي بيها العيش بتاعنا. حطيت برده زي ما قلت لكم معلقه سمنه او زبده كده على النار. هستنى برده انها ايه تسخن وتسيح كده معايا. عملت ايه، نزلت برده بفصين الثوم كده. هبتدي ان انا اشوحهم كويس جدا لحد ما ياخدوا لون كده معايا. عقبال بقى كده ما ياخدوا اللون انا بس عايزه اوريكم الشوربه بتاعت اللحمه عامله ازاي. وشايفين لونها حلو جدا، هتطلع معاكي خطيره. تعالوا بقى نشوف الثوم اهو كده ان هو ياخد اللون معايا. خلاص كده ابتدى ان هو يحمر وياخد اللون معايا. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. ابتدي بقى ان انا اعمل ايه، هنزل كده بالخل بتاعي. لازم نتش دي يا جماعه. بسم الله. واروح بقى نازله كده بسم الله الرحمن الرحيم بالشوربه بتاعتي. بسم الله. احط كده ايه كبشتين ولا حاجه. هسيبهم بقى يغلوا غلوتين كده مع بعض. وحطيت برده مرق الدجاج وشويه فلفل اسود وشويه بهار. اصلا الريحه يا جماعه رهيبه. هسيبها بقى انها ايه تغلي غلوتين كده على النار. ويلا بقى عشان نسقي بيها العيش بتاعنا. ايه دي يا جماعه العيش بقى بتاعي. انا شلت بس منه شويه كده على جنب عشان التزيين. انا بحب قبل ما اسقي العيش بحب احط له كده كبشه صلصه، واحب احط له ايه معلقه كبيره رز. زي ما قلت لكم اهو حطيت معلقه رز وحطيت شويه صلصه، بيبقى طعم العيش بتاعي احلى بكتير جدا. وقلبتهم اهو كويس جدا.
بعد ما قلبتهم هبتدي بقى انزل بالشوربه بتاعتي اللي هي بالثوم والخل اللي انا لسه عاملاها. بصوا انا هسيب بس منها شويه صغيرين كده للوش، وهبتدي ان انا اقلبهم كده كويس واغطيهم بتاع 3 دقايق كده بحيث ان العيش يشرب الشوربه بتاعتي. خلاص بقى كده العيش بتاعي شرب الشوربه زي ما قلت لكم وطلع خطير. يلا بينا بقى نغرف مع بعض. جبت بقى السرفيس بتاعي. اول حاجه كده فردت العيش بتاعي الجميل دوت، وهبتدي ان انا احط عليه من فوق طبقه كده من الرز. شايفين يا جماعه جمال الرز بتاعي بعد ما حطيته؟ هبتدي بقى ان انا بسم الله الرحمن الرحيم احط كده الصلصه. بسم الله الرحمن. اهو يا جماعه بعد ما حطيت الصلصه بتاعتي هبتدي بقى ان انا احط شويه الشوربه اللي انا قلت لكم سيبوهم. بحب احطها كده على الوش، بتدي طعم حلو قوي للفته بتاعتي. بسم الله. ابتدي بقى ان انا ارص اللحمه كده. فتة العيد يا جماعه الطبق ده الراعي الرسمي اللي عندنا في العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا يا رب وعليكم الايام كلها بخير. بسم الله. شايفين يا جماعة اساسا السرفيس شكله مغري جدا. عملت معاكم فتة العيد بطريقة بسيطة وسهلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. لو اول مرة تتفرجي على الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.